بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بعد شوط تاني إلى حد ما ممتع من جانب مودرن سبورت مش من جانب نادي الزمالك. الشوط الأولاني بدأ ضغط من نادي الزمالك، وده العادي وده المتوقع، ومودرن سبورت عامل زون ديفنس أول 10 دقايق ربع ساعة. بيخطف خوان ألفينا نجم المباراة وراجل المباراة الأول هدف بمهارة عالية، وبيركب نادي الزمالك الجيم من أول 10 دقايق. بعد كده نادي الزمالك بصراحة يعني الأداء بدأ ينزل، مفيش خطورة، مفيش أي تواجد غير في آخر 10 دقايق. الفاول اللي اترفع وحطها محمود رزق جت جنب القائم، وأنا بقول إن لو دخل الجون دي كانت هتبقى غلطة حسام عبد المجيد، لأن طبعا إزاي الراجل ده بالطول ده والكلام ده ومحمود رزق ياخد منك كرة زي دي. ولكن ستر ربنا، تحمد ربنا يا حسام ان الكرة دي ما دخلتش جون. ده مجمل الشوط الاولاني، كان مباراة بقت في نص الملعب بعد الهدف، عقيمة ما فيهاش اي خطورة غير الكرة بتاعت محمود رزق دي اللي هي بتاعت التعادل. بدأ الشوط الثاني، راجل المباراة ألفينا رقص وعمل ثرو باص لشكوبانزا. شكوبانزا بيشوط في الضيقة بتخش في أبو جبل اللي يتحمل الهدف تماما، يعني يتحمل الهدف تماما. لأن لو في البعيدة هنقول صعب عليك، لو في المقص هنقول صعب عليك، انما تحت رجلك وانت مش قادر توطي يبقى دي غلطتك يا ابو جبل.